بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد، إذن بالفعل أصدقاء المتابعين أصدرت محكمة المنصورة حكمها في الجلسة النهائية من محاكمة المتهم حسين هرهرة، المتهم في قتل الطفلة حنين البكري والشروع في قتل أختها راوية البكري. المحكمة حكمت عليه قبل ساعات من الآن بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص. هذا ما توقعه وانتظره الناس. هذا وتضمن حكم المحكمة 7 بنود كاملة. تعالوا نقراها لكم مع بعض على السريع قبل ما نرجع ونتكلم. أولا، منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة المنصورة الابتدائية اليوم برئاسة القاضي عصام صالح جرز عضو محكمة المنصورة، والذي قال التالي: أولا، قبول الدفوع والطلبات من المتهم ومحامياه شكلا، ورفضها موضوعا أو مضمونا لعدم قانونيتها ووجاهتها وفقا لما بيناه في الحيثيات. هذا كله احنا قدمناه لكم في الحلقات الماضية. ثانيا، إدانة حسين محمد حسين هرهرة بجريمة القتل العمد المذكورة في قرار الاتهام في البند الأول، ويعاقب عليها بالإعدام رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا شرعيا لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هي المجني عليها حنين إبراهيم سالم البكري. ثالثا، إدانة حسين هرهرة بتهمة الشروع في قتل المجني عليها راوية أخت حنين أيضا، هذه يعاقب عليها القانون بالسجن 3 سنوات مع مراعاة إنزال أشد العقوبة. بس هذه خلاص انتهت، الرجل رايح قصاص. رابعا، مصادرة أداة الجريمة وهو سلاح آلي روسي عطفة إلى خزينة الدولة. خامسا، إلزام المحكوم عليه بدفع كل مخاسير وأتعاب القضية، وهي 1,000,000 ريال تسلم إلى يد والد حنين البكري الأخ إبراهيم. سادسا، حق الطعن مكفول طبعا للأطراف خلال المدة القانونية 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم. سابعا، إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفقا للقانون. هذا ما ظهر لي به وحكمت، والله أحكم الحاكمين. إذن أصدقاء المتابعين، تم إنزال حكم الإعدام على حسين هرهرة، والمحكمة وعدالتها وجدت أن كل الدفوع اللي قدمها كل شهود النفي لم يكونوا مقنعين. وأعتقد أن احنا كلنا سعيدين جدا بتطبيق حدود الله بشكل عام. أما حسين هرهرة فلا شماتة في البلاء والابتلاء، وإحنا عارفين أصدقائي هذه هي عبرة، هذه القضية إن لم تكن عبرة لكثير من الناس اللي بيحملوا السلاح بشكل عشوائي وغوغائي مع قصور في أدمغتهم والذكاء وكيفية التصرف. وإن لم ندرك أن الغضب هو رأس المصايب ستتكرر مثل هذه الجرائم. هذه القضية هي عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الأبصار، عشان نفهم أنه لحظة غضب واحدة ورصاصة واحدة قد تدمر حياتك تماما. الآن أصدقائي لا زال أمام حسين هرهرة وفريق دفاعه في الاستئناف، أكيد هيستأنف، وهذا الحكم ليس نهائي. أعتقد أن هناك استئناف ومحكمة عليا. حتى الآن تم إغلاق القضية مبدئيا، حكم عليه بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص. هل هيروح استئناف؟ إيش هيحصل في الاستئناف؟ ستتضح هذا لاحقا. انتم عارفين القضايا عندنا في اليمن بتاخذ وقت طويل جدا. ايش اللي هيحصل؟ احنا هنتابع القضية ايضا، ولكن النتائج الى الان اعتقد مرضية الى اولياء الدم والى كثير من الناس اللي تفاعلوا وكانوا بيطالبوا بالقصاص. في النهاية حق الله الحق وظهرت الحقيقة. اراكم على خير.